السلام من الله عليكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضائل التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. مساعدات مالية وعينية للمحتاجين. تحسين عمل مكتب الضرائب في الإقليم الأوسط. ارتياح للخدمات في أفنبو. الرئيس الأمريكي يتعهد برد قوي وسريع على الهجوم الكيماوي في سوريا. قتلى في انفجار بإقليم هرات بأفغانستان. إضراب عام يشل المطارات الرئيسية في ألمانيا. أهلا بكم للتفاصيل. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن الدعم المالي والعين الذي تقدمه للمواطنين المعانين من مصاعب اجتماعية تحقق نتائج مرضية. وأوضحت الوزارة عن تقديم دعم اللوازم المدرسية والتأهيل المهني وإيجاد مصدر دخل ومساعدات حكومية ومجتمعية أخرى للذين يعانون من مصاعب اجتماعية. وقال المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية في الوزارة السيد محبتاف السهية أن العمل يجري للعناية وكفالة الأيتام والمعاقين والمشردين والمتسولين داخل المجتمع، وأن رعايتهم في ملاجئ يعتبر آخر الخيارات. وذكر أن الرعاية في الملاجئ لها الكثير من السلبيات، ويتبع أسلوب رعايتهم داخل المجتمع بالمتابعة والعناية وترسيخ الأمل فيهم للاعتماد على ذاتهم. وأشار إلى تعدد الأسباب، لكن التوسع الحضري والهجرة من الريف إلى المدن من أهم أسباب المشكلة، ويتم التصدي لها على أساس القيم المجتمعية. أوضح دافعي الضرائب عن تحسين عمل مكتب الضرائب والجمارك في الإقليم الأوسط ليحصلوا على الخدمات السريعة، وأعربوا عن ارتياحهم لحل التأخير والمراجعة الكثيرة التي كانت سابقا وتبعاتها من هدر الوقت والطاقات، منادين المؤسسات الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة. وقال مسؤول المكتب السيد هبتي عبيو أن حل إشكالية الكهرباء وتوظيف القدرات البشرية الكافية مكن من تقديم الخدمات لحوالي 350 شخصا يوميا. وأشار عمال المكتب أن إدخال أجهزة الحاسوب في السنوات الماضية زاد من سرعة إنجاز المهام. قال مدير ضاحية أفنبو السيد حالو إيجا حاله أن مؤسسات الخدمات الاجتماعية المقامة في الضاحية أسهمت في الحياة المعيشية اليومية للسكان وتطور المنطقة. وأوضح بأن مؤسسات الصحة والمدرسة الابتدائية وكذلك المدرسة المتوسطة والثانوية الداخلية وخدمات مياه الشرب الصالحة لها دور هام في استقرار الحياة المعيشية. وأشار إلى الاستفادة الجيدة من هذه المؤسسات الخدمية، وتحول السكان لمزاولة التجارة والراعي بعد أن كان مقتصرا على الراعي فقط. وتقع ضاحية أفنبو في مديرية وسط دنكاليا. أفاد مراسل وكالة الأنباء أن تنمية الخضر والفاكهة التي يقوم بها المزارع النموذجي السيد برهان قبرسلاسي في ضاحية بيت جبريل بمديرية عدخالة خلقت تأثيرا كبيرا على المنطقة. ويعمل المزارع بجهد كبير مدعوما بتعاون وإرشاد خبراء الزراعة لتطوير بستانه. وأوضح خبير تنمية النباتات في المديرية السيد كيدانا لاكة أن وزارة الزراعة وزعت مضخات مياه ل10 مزارعين يمكنهم تنمية الزراعة المروية، وقد استفادوا من هذه الفرصة بينهم المزارع برهان لتطوير مزارعهم. ويوجد أكثر من 300 مزارع يعملون في البستنة عبر جمعيات تعاونية في مديرية الدخلاء. الأنباء العالمية تتابعونها بعد قليل. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقيام بإجراء سريع وقوي ردا على ما يشتبه بأنه هجوم بالأسلحة الكيماوية أوقع قتلى في سوريا، مشيرا على ما يبدو إلى رد محتمل يكون عسكريا. وفي حديثه للصحفيين في بداية اجتماع مع القادة العسكريين ومستشاري الأمن القومي، قال ترامب أنه سيتخذ إجراء حيال رده على الهجوم،
مضيفا أن الولايات المتحدة لديها خيارات عسكرية كثيرة بشأن سوريا. وقالت منظمة إغاثة سوريا أن الهجوم الذي يشتبه بأنه شن بأسلحة كيماوية أدى إلى قتل ما لا يقل عن 60 شخصا وإصابة أكثر من 1000 آخرين في عدة أماكن بمدينة دوما الواقعة قرب العاصمة دمشق. ولم تستطيع التقديرات الأمريكية الأولية حتى الآن أن تحدد بشكل قاطع المواد التي استخدمت في الهجوم، ولم يتسنى لها الجزم بأن الجيش السوري وراء هذا الهجوم. قال مسؤول حكومي أن انفجار دراجة نارية ملقومة أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل بينهم 4 أطفال وإصابة 9 أطفال آخرين في إقليم هرات بغرب أفغانستان. وقال المتحدث باسم حاكم هرات جيلاني فرهاد أن الانفجار وقع بجوار مسجد في مدينة شندند. ووفقا لمعلومات أولية نجم الانفجار عن متفجرات وضعت في عربة ذات 3 عجلات وتم التحكم فيها عن بعد. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، لكن الحكومة الأفغانية تلقي باللوم على حركة طالبان في القيام بمثل هذه الأعمال. ألقت شركة الطيران الألمانية لوفتانزا أكثر من 800 رحلة مبرمجة، وذلك بعد إعلان عمال وموظفي القطاع العام في ألمانيا ضربا تحذيريا للمطالبة بزيادة رواتبهم. وسيتأثر حوالي 90 ألف راكب بهذا الإلقاء، فبدلا من 1600 رحلة إلى المطارات في فرانكفورت وميونخ وكولونيا وبريمن ستنطلق 800 رحلة فقط وفقا لبيان لشركة لوفتانزا الألمانية، كما تم إلقاء 858 رحلة طيران عابرة للقارات. ويأتي هذا الإضراب للطواقم الأرضية بعد إضرابين آخرين من هذا النوع شهدتهما برلين في فبراير الماضي في إطار المفاوضات حول الأجور التي تجريها نقابة الخدمات. تسابق الأزواج ببريطانيا في بطولة حمل الزوجات على مضمار بطول 380 مترا، والذي يتميز بحاجز بالإضافة إلى تلة موحلة جنوب شرقي إنجلترا. وهذه الرياضة وإن كانت غير مصنفة كرياضة رسمية، لكنها تتطلب الكثير من المران والجهد إذ أنها فريدة وصعبة. وفاز زوجان إنجليزيان في نهاية المطاف، حيث انزلقا إلى النصر بعد تخطي الحواجز والعراقيل القاسية ليحقق الفوز على المحك بعد أن تم رشهم بالمياه لزيادة صعوبة المهمة الصعبة أصلا في هذه المضمار. وسوف يشارك الزوجان الفائزان في بطولة العالم في فنلندا في وقت لاحق من هذا العام. الوقفة الرياضية تتابعونها بعد قليل. تسعى فرق ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ وليفربول لحسم تأهلها لنصف نهائي دور أبطال أوروبا لكرة القدم في مباريات إياب ربع النهائي التي تخوضها هذا الأسبوع بعدما حسمت لقاءات الذهاب لصالحها الأسبوع الماضي. وتنطلق مباراة الإياب مساء اليوم الثلاثاء في روما ومانشستر، إذ يستضيف مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد ليفربول بعد خسارته الذهاب في أنفيلد بثلاثية نظيفة. ولم يبلغ السيتي نصف النهائي تشامبيونز ليج منذ موسمين عندما كان يتولى إدارته الفنية جيلي مانويل بيلغريني. أما ليفربول فيخوض ربع النهائي لأول مرة منذ موسم 2008 و2009. ويستضيف ملعب الأولمبيكو بروما برشلونة بعد فوزه على أبناء العاصمة الإيطالية في كامب نو بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف. وخسر روما مواجهته السابقتين في ربع نهائي تشامبيونز ليج وأخيرهما قبل نحو عقد. أما برشلونة فسيسعى لبلوغ نصف النهائي الذي فشل في التأهل له آخر موسمين. بهذا مشاهدينا الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.